لو ناوي تزور بوكيت قريب احفظ الفيديو، لأن الرحلة دي تعتبر أشهر رحلة بحرية في تايلاند. هتشوف فيها 4 جزر مختلفة، وكل ده في يوم واحد. وهقولك في آخر الفيديو إزاي تحجز الرحلة دي بأقل سعر وأعلى جودة. بنركب القارب الصبح بدري، وبعد حوالي ساعة بنوصل لأول محطة وهي مايا باي. ده المكان اللي اتصور فيه فيلم ذا بيتش. الميزة هنا مش بس المنظر، لكن كمان لون المية الفيروزي والرمال البيضاء اللي بيخلوك تحس ان انت في عالم خيالي. وبعدين بنروح على الفلي لاجون، ودي واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية في تايلاند، عبارة عن جبال ضخمة محوطاك من كل ناحية، ومية صافية لدرجة انك قادر تشوف القاع. وده على فكرة أفضل مكان للسباحة والتصوير. بنكمل الرحلة بعدها وبنروح على مونكي بيتش، وده شاطئ القرود. أيوة، قرود حقيقية عايشة على الجزيرة، بس خلي بالك ممنوع إن أنت تحاول تأكلهم أو حتى تقرب منهم بزيادة. وبنكمل الرحلة على فايكنج كيف، المكان الشهير والتاريخي اللي معروف بإنه بيتم فيه تجميع أعشاش الطيور المستخدمة في أغلى أنواع الشوربة. وبعد كده بنوصل للمحطة الرئيسية بتاعتنا وهي فيفي دون، اللي بيكون فيها الغدا، وكمان تقدر تتمشى وتشوف الحياة المحلية في الجزيرة. وآخر محطة من محطاتنا بتكون عبارة عن جزيرة صغيرة فيها مية شفافة وأسماك ملونة حوالين الشاطئ مباشرة. الجزيرة دي اسمها كاي ايلاند، وده مكان مثالي للسنوركلينج والاسترخاء قبل ما نرجع. فلو أول مرة تزور بوكيت، الرحلة دي لازم تكون ضمن جدولك. وتقدر تحجز الرحلة دي من تطبيق كلوك، بس خلي بالك لازم تختار إن المركب يكون كاترماران